هذا عن أكتاف المصريين وأكتاف كثير من العرب اللي يريدوا الإبداع والصلاح لبلادهم. وأعتقد أنه من الأيقونات الجميلة اللي حضرتك ذكرت دكتور طه، نتحول الآن إلى أيقونة الثورة واللي فجرت الكثير من الإبداعات، مش عند دكتور طه بس في الفن التشكيلي، عند كثير من المبدعين اللي هنشوف دلوقتي ونسمعهم من خلال التقرير دي. ميدان التحرير لم يكن ميدانا انطلقت منه شرارة الثورة للمطالبة بإسقاط النظام وبطلان الفساد فقط، بل كان أيضا الميدان الملهم الذي خلقت على أرضه الفرق الموسيقية المختلفة، وأعيدت من خلاله فكرة مسرح الشارع، وفجرت فوق شوارعه مواهب تخاطب حال الشارع وتعكس نبض الشباب الثوار. مين اللي أول ما امتلك شافك غرض؟ مين اللي بالقوة اتفرض على عرش قلبك من سنين؟ مين اللي زاغ فينا ونجي؟ مين اللي سابك في الطريق تتشنجي؟ يعني هي الأغنية أصلا بتتقال على لسان، كأنها طبعا على لسان شهيد من الثورة، وهي بتتكلم عن كأن واحد بيكلم حبيبته اللي هي مصر، بيحكي عن قد إيه هي اتظلمت الفترة اللي فاتت، يعني بالغصب، سواء طبعا بصورة فساد، سواء بصورة قهر للشعب، قمع للناس، بكل الصور يعني. أشعلت الثورة نيران الإبداع الفني عند الشباب، حيث سطروا التاريخ بأعمالهم وجسدوا العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما فيها من ظلم واستبداد. فكرة الفيلم طبعا جات لي من ان انا كنت بنزل المظاهرات وحماسي من اللي شفته، وجوايا حاجة عايز اعملها، فحسيت كدوري كخريج من الكلية وكواحد شغال في المجال، فقلت لا انا لازم اقدم حاجة كفنان. فبدأت افكر في الفكرة وبدأت فعلا في التنفيذ، فبدأت انفذ في الكاركترات الاول بدأت بيها. فبدأت بكاركترين هما يعني ما كانش في فكرة معينة في دماغي، بس بدأت بالكاركترين بالظبط. فبدأت بالواحد اللي هو الحاكم، وعملت واحد تاني اللي هو المواطن اللي هو بيمثل الشعب، على اعتبار ان هو بتبقى فيها تعبير او رمز، يبقى هو واحد بيمثل الشعب فده رمز للشعب، وواحد مش رمز بقى الحاكم او اللي هو كرئيس او وزير، او ما كنتش اقصد حد معين، انا كنت اقصد اي رمز فاسد. عشق الشباب لبلدهم وحبهم لوطنهم وانتماؤهم لترابه كان واضحا في ألحانهم وحروفهم وإبداعاتهم. نضال الناطور لبرنامج صباح الخير من اسطنبول. وكل الإبداعات اللي احنا شفناها دي ولدت من